بص، الزمالك وحش، احنا وحشين قوي ومش عارفين نلعب كوره زي خلق الله. لكن اديني حقي كحكم، مش عشان انا وحش ومش في يومي والدنيا معايا بايظه ما تدينيش حق تظلمني بقى انت كده ما لعبتش. لا، اديني حقي، اديني حقي. الجول التاني بتاع طلائع الجيش لمسه ايد واضحه، نفس حكم الفار وائل فرحان. وائل فرحان اللي بالمناسبه اللي رفض يرجع الحكم للفار في ماتش الاتحاد السكندري والاهلي، ده وائل فرحان بالمناسبه. وائل فرحان اللي كان حكم الفار في 4 ماتشات للزمالك من 6. ماتش البنك الاهلي فاكرينه؟ كان حكم الفار وائل فرحان. ماتش سيراميكا حكم الفار وائل فرحان، الماتش ده حكم الفار وائل فرحان. وائل فرحان هو حكم الفار اللي مكلف بتدمير الزمالك، اللي مكلف بإضاعة مجهودات الزمالك، اللي مكلف بظلم الزمالك. حكم الفار الحكم طارق مجدي حكم الساحة. انا ما شفتش في حياتي حكم نازل متحيز ضد فريق بالشكل ده. احنا لو واكلين ورثك مش هتعمل معانا كده بالله العظيم. في ايه ده؟ حتى كرة محمد شحاتة الواد نزل، لا فاول عليك. ازاي؟ لا فاول عليك. طب مش عارف الواد بتاع، لا مش هديك حاجه. واحد بيشنج، لا مش هديك حاجه. اي حاجه عليك مش هحسب لك، انا جاي اقضي عليك، انا مش جاي احسب لك. مفيش كده. هل عمرنا في حياتنا في تاريخ الكوره في حكم مصري قدر يتحيز بالشكل ضد الاهلي مثلا؟ يبطل كوره، بالله العظيم يبطلوه، بالله العظيم يبطلوه. اما احنا للاسف الناس عارفه ان احنا عندنا مجلس ضعيف، مجلس هش، مجلس ني، مجلس مش سيد قراره، مجلس ما فيهوش واحد صاحب قرار، ما فيهوش واحد يقدر يتحمل المسؤوليه. انت ساكت ليه؟ عشان ايه ساكت؟ عشان ايه ساكت؟ مش عارف تاخد حقك؟ وانا نادي صغير حكم ينزل بالشكل ده متحيز ضد بالشكل ده وعادي كده تعدي؟ وحكم فار لماتشات انا بس، وكل ماتش فيه مشكله واثنين وثلاثه مع الحكم ده وائل فرحان حكم الفار ده. وانت عشان الصوره الذهنيه. احا صوره ذهنيتي يا عم، صوره ذهنيتي وزفتي يا عم. الصوره الذهنيه ان انا اكون ملطشه؟ هي الصوره الذهنيه ان انا ابقى هفي مش قادر اخد حقي؟ هي دي الصوره الذهنيه؟ هي الصوره الذهنيه ان حكام كل ماتش بالامر انزلوا ضيعوهم؟ الزمالك مش هيكسب، مش هيكسب. انت وحش، انا سيدي وحش، انا سيدي ما عملتش، ما استحقش، بس اديني حقي. انا خلاص الجزء الفني انا ضايع، امر الله. اديني حقي بقى، حقي بالقانون. محمد حمدي جناح الزمالك في المستشفى وهيتعمل له عمليه، عنده كيس هواء على الرئه وموال، وبعد 48 ساعه الدنيا ما ظبطتش هيتعمل له عمليه من تدخل الحارس، وعدت عادي. حتى ما راحش الفار يشوف الحارس حاطط ركبته ليه كده بالشكل ده، وهل ده تعمد ازاء واخد يعني في حاجات كتير. حارس داخل حاطط ركبته، صدر ركبته اداها له، ما رجعش للفار، مش هرجع لها. الواد عامل الكرة بايديه زوله في الجون الثاني بتاع الجيش، مش هرجع لها، مش هرجع لها. حاجه مفيش، ده مفيش بلد في العالم كده اصلا، مفيش تحكيم في العالم بالسوء ده، مفيش حكام بالشكل ده اصلا. والله ما يعرفوا ربنا، والله العظيم ما في حكم ده ما يعرفش ربنا. هيقول لك دي لعبه وحاجه هايفه وعادي وينام عادي مستريح. لا يا حبيبي، والله لو اتنين بيلعبوا ورق وحكموك بينهم بيلعبوا بيلي، هتنام ازاي انت؟ انت هتنام ازاي يا سيدي؟ انا زي الزفت اخد حقي، اخد حقي. اما بكده لا مش فيهاش دوري. انا يا سيدي انا سكوادي واقع وتعبان وطلعان عيني، وبص فشل ما بعده فشل. لكن لا، النهارده ما اطلعش متعادل، ما اطلعش متعادل. ادائي في الملعب يطلعني ما اكسبش، فعلا ما اكسبش بادائي في الملعب، لكن باللي انا شفته وبالاخطاء التحكيميه لا، الزمالك اتظلم. القريب والغريب عارف ان الزمالك اتظلم، فانا اخد حقي. حته جروس جوميز والجو ده، انا طبعا رحيل جوميز انا بالنسبه لي كانت حاجه يعني طين الطين، لان انا عارف وقلت قبل كده في فيديوهات كتير ان الرابط بين المجموعه بتاعه الزمالك، السكواد بتاع الزمالك والكوره هو جوميز. ما هو المدربين انواع،
في مدربين بيغزلوا برجله حمار، بيعرف يعمل فسيخ شربات، ده جوميز. وفي مدربين بيقدروا يديروا سكواد كويس يطلعوا منه نتائج، زي كولر وزي جروس. يطور من امكانيات الافراد جوه الفريق، جوه السكواد، بس يكونوا عندهم هم الامكانيات. اما الفريق زي ده، شيل منه عبد الله السعيد بس. انا اقول لك شيل منه عبد الله السعيد، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم احنا فريق نص جدول، سابع ثامن تاسع. شيل منه عبد الله السعيد بس، عبد الله السعيد بس. عبد الله السعيد النهارده اللي في اخر ربع ساعه كان بينزل يستلم من الجون. ليه؟ عشان مفيش حد في التلت اللي ورا كله يعرف يعمل باص صح، محدش عارف يظبط الطويله حتى صح. احنا فريق وضيع بلغه الكوره، فريق بائس، فريق بائس. خلاص المجلس موضوع بقى انك انت دفعت غرامات وده خلصنا منه بقى. يا عم مش قد الشيله، ما كنتش تشيل، ما كنتش تشيل. موضوع ملف الكوره بالذات في الزمالك محتاج ثوره، محتاج ثوره، محتاج دكر بقرارات ثوريه، قرارات لغربله الفريق ده، قرارات للاستغناء عن 10 12 لاعب في الفريق ده، قرارات شجاعه. اول القرارات الشجاعه اللي لازم الزمالك ياخدها تحقيق انجاز وصلاح حال الفرقه دي، اول هام بالاستغناء عن اللعيبه العاله اللي في الفريق. هم دول اللي بيضروا بالصوره الذهنيه يا مجلس الاداره. موضوع زيزو يتحل يا ابن الحلال، هتاخد كده قيمتك كده، مرضيش في يناير بالسلامه. قسما بالله الزمالك لو عنده باك يمين عدل على جناحش والحريف يعرف يجيب جون، المردود بتاعهم، المردود الفني ليهم هيبقى قد زيزو، قد الجبهه بتاعت زيزو وعمر جابر دي 10 مرات. عشان نكون بقى في الصوره، زيزو ما يستحقش الارقام اللي بتتقال دي كلها. احنا بس عشان ما عندناش، احنا بس ماسكين فيك بايدينا واسناننا عشان ما عندناش. اما انا لو انا على وضعي القديم وزيزو بيقول لي عايز 70 و80 في السنه، لا يا باشا سكه السلام، مش هقدر. كنت بعته بقى، ما عرفتش ابيعه في اول السنه ب 6 مليون دولار، ابيعه دلوقتي. انا اولى بمليون دولار، والله لو جاب مليون، مليون ونص، انا اولى. خلاص هاخد رزق. شكرا يا كابتن شيكابالا، شكرا لانصاص اللعيبه اللي موجوده كلها. من ورا بقى الزناري فتوح ادور له على عرض، بالمناسبه فتوح ادور له على عرض، لازم ادور له على عرض، اقول له سكه السلامه برضه، لان ده مش ده باك شمال الزمالك. انا باك شمال الزمالك الوحيد اللي عدل في الزمالك هو محمود بنتايج، ويليه الواد الراجل اللي ربنا يشفيه محمد حمدي. محمد حمدي لعيب كويس، النهارده كان صدره متطبق وعايز ينزل، عايز ينزل، هيعمل عمليه اهو، كان عايز ينزل وبيقول للدكتور والنبي يا دكتور قول له ان انا سليم. ده لعيب يستحق يلعب في الزمالك، ده لعيب بامكانياته وبروحه دي يستحق يلعب في الزمالك. انا عايز النوعيه دي، انا عايز النوعيه دي. اما الكابتن فتوح ما بيعرفش يرفع اوفر يا جماعه، ومش سريع ومش قوي، لا قليل قوي. اكتر لعيب اوفر ريتد انا شفته في حياتي، اكتر لعيب فعلا واخد اكبر من حجمه بكتير، بكتير قوي. تمام فتوح في الوضع الحالي في الزمالك لعيب دكه البنتايج بس كده، مش اكتر من كده. فاحنا مدين حتى لانصاص لعيبه سعر، وكابتن زيزو وابوه بيشتروا ويبيعوا فينا، وقلنا 70 وقلنا 80 عشان احنا ملط، عشان احنا ما عندناش لعيبه. اما لو احنا عندنا فرقه واقفه على رجليها هو اللي هيتمنى يجدد، مش هيقدر يقول لك 70 و80 والكلام ده. اما انا فرقه اضخم واحد فيها بياخد 10 و12 وراح ادي لك انت 70 80 عشان انا فريق ضايع، لا يا عم، لا يا عم. انا عايز واحد شجاع ياخد قرار، ياخد قرار ويكون واضح فيه ويشرك الجمهور. انا قدمت له اعلى عرض في تاريخي، هو ما وافقش، خلاص بالسلام.